السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وكل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم النهاردة روتين يوم الجمعة او يوم لمة العيلة بتاعتنا، ربنا يا رب يديم علينا لمة العيلة وما يفرقناش ابدا يا رب. وكمان هقول لكم على خطوات سهلة وسريعة كده هتخلي بيتك دايما بأقل مجهود، وكمان هقولك ازاي تثبتي ريحة المعطر بتاعك، وكمان هقولك ازاي نخلص شغل البيت بتاعنا في وقت قليل وبأقل مجهود. انا هنا بقى كان عندي الفراخ بتاعتنا، ودي الفراخ تربية بيتي طبعا، منضفينها كويس ونقعينها يعني في محلول النقع بتاعنا، وما شاء الله الفراخ بتاعتنا يعني مفيش فيها ريحة زفارة ولا حاجة. بس انا حبيت ان انا اعمل التكة دي، ان انا جبت بصلاية كبيرة وحطيت عليها، قطعتها يعني تقطيع ناعم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، حطيت عليها نص معلقة او ربع معلقة من الفلفل الاسود، وبرضو معلقة من الملح وقلبتها كلها ببعضها او دعكتها بايديا زي ما شفتوا كده، وبدأت ان انا اغلف الفراخ فيها او ادعك الفراخ بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبدأت ان انا هنا بقى الوح الفراخ بتاعتي. انا بحب اديلها صدمة الاول زي ما انتوا شايفين كده. هنا هاسيبها بقى مع نفسها لعند ما تستوي خالص في عرقها. انا كنت حطيت لها ربع معلقه من الكركم وربع معلقه برضو من الفلفل الاسود، وظبطت الملح بتاعها وسبته كده على نار هاديه، او سبت الفراخ بتاعتي على نار هاديه تستوي براحتها. هنا بقى كنت هعمل معاكم صينيه بطاطس. قطعت بطاطس بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وقطعت بصلايه صغيره وقرن فلفل وفصين توم او فص توم، وضربت الطماطم بتاعتي او فرمت الطماطم بتاعتي وحطيتها، صفيتها وحطيتها عليها، وحطيت ربع معلقة من السكر، وحطيت الملح بتاعها وحطيتها على نار هادية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. انا ما بسبكش يعني للخضار، انا بحب ان انا اسويه ني في ني بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنا بقى كنت بعمل التقلية بتاعت او الصلصة بتاعت كفتة الرز دي، كانت ماما عاملاها قبل ما انزل يعني. ان شاء الله هنعملها معاكم مرة تانية يعني. هنا كانت الطماطم بتاعتي اتسبكت، وزودتها من الشوربة وسبتها لعندي ما تغلي. طبعا كنت مظبطة الملح بتاعها، وبدأت ان انا احط الكفتة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، هدي عليها النار واسيبها لعندي ما تستوي. وهنا كانت بدأت بقى تدخل في السوا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنا كنت بوريكم شكلها، هي هنا بقى كانت بدأت تدخل في السوا. ان شاء الله هعملها معاكم، ومن حلاوتها مش هتبطلوا تعملوها. هنا بقى غطيت عليها وسبتها تستوي كده مع نفسها. وهنا بعد ما خلصنا بقى الاكل بتاعنا، غرفناه بقى معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. تعالي بقى اما نرجع لموضوعنا واقولك ازاي تخلصي شغل بيتك او شغل المطبخ في وقت قليل جدا. اول حاجة ان انت هتبدأي بيها يومك هو ان انت هتصلي فرضك الاول. انا عايزة اقولك ان الصلاة بتدي بركة في اليوم، وكمان انك هتتذكري ربنا او انك هتذكري ربنا في كل اوقاتك وانتي بتشتغلي، هيخفف عنك حاجات كتير قوي. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها يومنا ان احنا هنتوضى ونصلي. وكمان لو عندك اطفال او اولاد طبعا هيتعلموا منك، هيبقوا واخدين على كده ان انتي اول ما بتقومي بتصلي بتتوضي وتصلي. وهنا برضو الاطفال ان انتي بتعلموهم برضو حاجه كويسه برضو تنفعهم. نيجي بقى على تاني خطوه، ان احنا هندخل الاوض بتاعه النوم بتاعتنا. طبعا لو الملايات عايزه تتغير نغيرها على طول، مش عايزه تتغير ونضيفه يبقى هنسوي السرير بتاعنا وننفضه ونسويه كويس، ونعطر الأوضة أو نرش فيها أي معطر احنا بنحبه، ونقفل باب الأوضة على طول. وده بيخلي ريحة المعطر تفضل ثابتة معاكي لوقت أكبر يعني. هنا بقى احنا كنا اتغدينا الحمد لله، وبدأت ان انا بقى عايزة اشطب المطبخ بتاعي. هنا كنت بغسل البوتاجاز بتاعي. انا بحب دايما بعد الاكل على طول انضف البوتاجاز بتاعي او اغسل البوتاجاز بتاعي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هعلق بقى على ميه الشاي بتاعتي على ما انضف الحوض او اغسل المواعين بتاعتي مكان الغدا. يبقى كانت اول خطوه معايا من الخطوات ان احنا اول حاجه هنبتدي بيها يومنا ان احنا هنتوضى ونصلي. تاني حاجه ان احنا هندخل على اوض النوم بتاعتنا او على السراير بتاعتنا، لو الملايات عايزه تتغير نغيرها من نضيفه، شايفين ان هي نضيفه خلاص يبقى ننفض السرير بتاعنا وننضف اوضتنا، ونرش الأوضة أي معطر احنا بنحبه، ونقفل باب الأوضة على طول. ده بيخليكي تنجزي في الوقت أكتر، وبيخلي طبعا ريحة المعطر معاكي تفضل ثابتة لوقت أكبر يعني، أو لفترة أطول.
وطبعا اول ما تقومي برضو على طول هتفتحي طبعا الشبابيك بتاعتك، تغير طبعا التهوية بتاعت الشقة، هتدخلك طبعا هوا نظيف او هتدخل شمس طبعا في المكان، هتنضفه طبعا وتعقمه. وده بيبقى عندي افضل من اي معطر، هو انك تفتحي الشبابيك والهوا جديد، هوا جديد يدخل او الشمس تدخل البيت، ده بيبقى افضل من المعطر عندي يعني. طبعا اما تحاولي انك اول ما تفوقي او اول ما تقومي من النوم ترتبي سريرك، يحسسك طبعا بنظافة المكان او بيحسسك ان المكان طبعا مرتب ونضيف. وبالمرة برضو كمان لو اي حاجة مش محطوطة برضو مكانها نحاول ان احنا نحطها مكانها، لانها بتدينا احساس ان البيت مش نظيف خالص، وده طبعا بيدينا طاقة سلبية. واحنا طبعا الحمد لله معروف عننا ان احنا دايما عندنا طاقة ايجابية يعني. تالت خطوة طبعا معانا هنجيب فوطة او قماشة قطن كده نضيفة، ونحاول ان احنا نلف على الاسطح بتاعتنا. طبعا عايزة تحط عليها اي نوع ملمع معاكي عادي براحتك يعني، ده حاجة ترجعلك انتي. طبعا هنلف على الاسطح بتاعة العفش بتاعنا او بتاعة الشقة، اي حاجة ظاهرة عندك، الكومودينيات السفرة اي حاجة، ونحاول ان احنا بس نلف عليها كده او ندور عليها بالقماشة بتاعتنا. طبعا لو يوميا بتعمليها طبعا مش هيبقى عندك تراب خالص. وكمان برضو دي خطوة برضو من الخطوات اللي بتنجز معاكي برضو في التنظيف، برضو ما بتاخدش برضو معاكي وقت، ودايما برضو بيبقى بيتك كده منور وبيلمع وريحته طبعا حلوة بالخطوات اللي انا قلتلك عليها دي. نيجي بقى على الحمام أعزكم الله، واحنا طبعا بنتوضى كده قبل ما نخرج، بيبقى معانا مثلا اسبونجة جوه او ليفة جوه، هنبدأ ان احنا نلمع بيها الحوض والبانيو والحنفيات، ونخرج طبعا من الحمام وهو نضيف. لو عملت طبعا الحاجات دي يوميا طبعا هتبقي خدت عليها، وحاجات هتنجز معاكي اساسا في الوقت خالص، لان انت يوميا مثلا بتعملي الحاجات دي. تعالي بقى اما اقولك على فكرة حلوة اوي انا جربتها وقلت ان انا افيد حبايبي بيها يعني. هنجيب فحمة وهنولعها كويس لعند ما الفحمة بتاعتنا تحمر يعني، وبعدين نحطها في طبق او نحطها في المبخرة بتاعتنا، ونجيب اي نوع معطر او اي نوع برفان احنا بنحبه، ونحط شوية على الفحم او نرش شوية، هيطلع دخان ريحته قوية وحلوة، وكمان هتثبت في المكان قوي. جربيها، بس انا جربتها وكانت يعني النتيجة بتاعتها كويسة، قلت ان انا افيد بيها حبايبي يعني. ما ينفعش ان انا اعمل حاجة او اجرب حاجة وتبقى كويسة وما اعرفش حبايبي عليها. وكمان عايزة اقول لكم ان احنا بعد الاكل او بعد الغداء او الفطار، لو غسلنا المواعين بتاعتنا على طول وما ما بنحسش ان احنا طبعا بناخد وقت كبير في المطبخ، وخلاص بنبقى اتعودنا ان احنا على طول بعد ما بنخلص الاكل بننضف المطبخ بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كنت خلاص خلصت المواعين بتاعتي بتاعت الغدا، وبدأت ان انا اغسل في الحوض والحنفية والجدران بتاعت الحوض زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا اشطف كويس من الصابون، وهنشف الحوض كويس بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. هبدأ ان انا اشطف الحوض بتاعي كويس من الصابون، وهنشفه طبعا كويس عشان ما يبقاش عليه اي مية خالص. طبعا حبايب قلبي لو وصلنا لعندي هنا من الفيديو، لايك وشير، وقولوا لي طبعا برضو رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.